سيد حمدي في السعودية، ده يمكن الخبر اللي معانا النهارده. وافق الأهلي على إعارة سيد حمدي لنادي السعودية، نادي في الدوري السعودي، بس لسه مش عندي الفريق، ولكن ممكن يكون القادسية، بس هعرف بالظبط هتأكد. لكن النادي الأهلي وافق بشكل مبدئي على إعارة كابتن سيد حمدي إلى الدوري السعودي، وده جلسة بعد جلسة عقدها كابتن مجدي طلبة مع مدير التسويق. طلب مدير التسويق اسمه شريف مشالي ووكيل اللاعبين يذكر ان حمدي قرر الرحيل عن النادي الاهلي بسبب تجاهل الجهاز الفني له وعدم المشاركه في المباريات الرسميه. وده يمكن سمعناه مع سيد هنا من الاسبوع اللي فات، لما كان يوم يعني قعدوا في الملعب كتير وما عرفوش يمشوا الفتره دي. كان كلمنا ساعتها سيد حمدي، قال لي يعني هنا في البرنامج ان هو لو جاله عرض ممكن يسافر يقدمه للنادي الاهلي، ان هو عايز يلعب وهو بيامل انه يلعب. ما خدش فرصته انا شايف بشكل كبير جدا. سيد حمدي في النادي الاهلي كان نجم كبير جدا في بتروجيت، وكنا الزمالك والاهلي كله كان عايز سيد، وكان توقع ليه بشكل كبير هيبقى نجم كبير، لكن ما خدش فرصته مع مستر مانويل جوزيه. خلينا ناخد الاستاذ شريف مشالي اللي هو الوكيل اللي صاحب العرض من النادي السعودي. مساء الخير يا شريف او استاذ شريف. يا هلا بالكابتن حازم، مساء النور يا كابتن. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. طيب خلينا حضرتك تقول لي كده اخر تطورات موضوع سيد حمدي، وفعلا النادي الاهلي وافق، وعلى نادي ايه بالظبط؟ والله الو. ايوه يا كابتن حازم، اتفضل يا فندم. انا اللي حصل بالظبط ان انا فعلا الاسبوع اللي فات اجتمعت بالكابتن سيد عبد الحفيظ في المعسكر بتاعهم ببرج العرب، وكنت بشوف موافقه الجهاز الفني الاول على اعاره الكابتن سيد حمدي او بيعه. فهم ادوني الموافقه فعلا كجهاز فني ان مفيش اي مانع للنادي الاهلي من اعاره السيد حمدي او بيعه اذا كان في مبلغ كويس يليق بالنادي الاهلي واللاعب. بعد كده اجتمعت بالكابتن مجدي طلبه، رحت له النادي الاهلي عشان نتفق على الامور الماديه، وفعلا كانت جلسه مثمره، كانت يوم الخميس اللي فات، واتفقنا على كل التفاصيل، وان شاء الله باذن الله هيكون في يناير القادم اعاره فعلا للكابتن سيد حمدي الى احد الانديه السعوديه اللي هي فعلا بتحتل مركز متقدم في الدوري السعودي. بس يعني مش الهلال ولا النصر ولا الاتحاد ولا الاهلي، مش الاربعه الكبار دول؟ لا والله يا كابتن حازم، دلوقتي اصبح في السعوديه الانديه كلها الشباب طبعا. يعني عندك النهارده دلوقتي نادي الفتح السعودي هو المتصدر الدوري وسابق الهلال تقريبا ب6 نقط. ما شاء الله. 6 نقط؟ 6 نقط ده كتير. 6 نقط بعد 6 ماتشات من بدايه الدوري. فمعنى كده ان النهارده المنافسه شديده جدا فعلا في الانديه السعوديه. تمام. واخد بال حضرتك؟ يعني كان زمان الاول يقول لك الهلال والنصر والاتحاد بيخش معاهم، لكن دلوقتي ظهر لك انديه في السعوديه برضك زي الدوري المصري بالظبط، ما اصبحت المنافسه كمان بيخش انبي، بتخش بتروجيت، بيخش المصري، واخد بال حضرتك؟ فالمنافسه النهارده في الكوره اصبحت الانديه كلها بتعد نفسها وبتنظم صفوفها، وما اصبحش نادي او اتنين هم بس اللي بيتربعوا على قمه الدوري. طيب انا عارف ان حضرتك برضو اللي احضرت العرض لاحمد عيد عبد الملك او وكيل احمد عيد عبد الملك. والله انا فعلا الاسبوع اللي فات كنت انا اجتمعت فعلا مع الكابتن احمد عيد عبد الملك. هو طبعا الظروف بتاعته يعني ما سمحتش ان هو ينتقل للزمالك للخلافات في النواحي الماديه، وكان باب الانتقالات اتقفل. فالكابتن احمد اجتمعت معاه وعرضت عليه ان فعلا هو مطلوب في الانديه السعوديه في الدوري السعودي. هو راجل ابدى رغبته وقال لي انا ما عنديش اي مانع ان انا فعلا احترف في الدوري السعودي. فان شاء الله باذن الله كمان في يناير القادم هيكون احمد عيد في الدوري السعودي باذن الله. في الدوري السعودي برضه ان شاء الله باذن الله. في نفس النادي بتاع سيد ولا حاجه ثانيه؟ لا احتمال نادي ثاني. هو طبعا انا هفاضل النادي اللي هو هيقدم لي عرض اعلى، هو ده اللي انا هخش بيه ويقدم عرضه للكابتن احمد عيد عبد الملك ونادي حرس الحدود. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف عن السيد حمدي وعن احمد عيد عبد الملك على عوده الاستاذ شريف اللي هو الوكيل اللاعبين، جايب عرضين للسيد خلاص بشكل نهائي في السعوديه، واحمد عيد نفس الكلام. خلينا نطلع لفاصل وارجع